بسم الله الرحمن الرحيم. انا طالع النهارده اشكر كل الناس اللي وقفت معايا من تونس ومن الدول العربيه واوضح للناس اللي هي مش فاهمه ايه الموضوع وايه حقيقته عشان يفهموا معانا يعني. لازم بس الناس تعرف قبل اي حاجه ان انا اقدر جدا 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 المراه العربيه والمراه التونسيه، واحترم جدا جدا المراه العربيه والمراه التونسيه. وعندنا هنا مئات التونسيات الموجودين، الفنانات الفاضلات اللي لما بيتكلموا واحنا في مهرجانات بنقعد نسمعهم ونستفاد من اي اديبه واي كاتبه واي حد، اي مرأة تونسية تتكلم كلام حكيم احنا بنقعد نسمعها وبنستفاد منها. لازم يبقوا عارفين كده كويس. انما اللي حصل لي في الواقعة دي ده حصل من افراد لا تمثل المرأة التونسية. لان انا ازعل جدا 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 لما تقولوا ان الواقعة اللي حصلت دي والحاجات اللي حصلت معايا دي كلها ده بيمثل المرأة التونسية، يعني ان اي مرأة تونسية تعمل اللي حصل معايا ده. لا، ده شيء يزعلني. تعاقدت على الحفلة ونزلت المطار، وما كانش فيه التجهيزات اللي كلها مكتوبة في العقد. ما كانتش مكتوبة زي ما هي مكتوبة، ما حصلتش. وابتديت اتوجه الى الحفله، والمسرح كبير جدا جدا جدا. وانا يعني عندي مسجات بتقول ان بقالي اسبوع او 10 ايام بقول لها انك لازم تعملي اعلانات. قالت لي ما تقلقش، انا هعرف اتصرف، انا هعرف اتصرف. المهم رحت على المسرح وفوجئت بان هي عامله مؤتمر صحفي، مع اني انا مكتوب في عقدي ان ممنوع ان يبقى فيه مؤتمر صحفي. ده مش تقليلا من الصحافه، ده بالعكس. ده انا عشان هعمل مؤتمر صحفي، المؤتمر الصحفي لازم يكون ليه تفاصيل معينه وادوات معينه، ما يكونش معمول في ظهر المسرح. لازم يكون في اوضه مخصصه مقفوله بنعمل فيها مؤتمر صحفي زي ما بنعمل في كل حته في الدنيا يعني. هو مش حاجه مش جديده يعني. فعشان كده انا كنت رافض اني اعمل مؤتمر صحفي، وكنت هعمل مؤتمر صحفي لان لسه جاي كمان قريب جدا في قرطاج، فكنت هعمل. فبالتالي عملت بنود العقد اللي مكتوبة ان هي ممنوع، وهعرض لحضراتكم دلوقتي بنود العقد اللي فيها ان ممنوع ان يبقى في اي تصوير او اي تصريحات تذاع. كمان هي لما اتكلمت بقى معانا مع مدير اعمالي، عشان هي بتقول انا في اتفاق مع مدير اعمالي، ده الواتساب اللي بينها وبين مدير اعمالي اللي بيقول ان هي عايزه تعمل مؤتمر صحفي، وهو قال لها لا مش هينفع. ومع ذلك لما دخلت المسرح وشفت الناس واقفين الصحفيين، انا برضو احتراما للناس، لان الناس مش عارفه ان انا متفق معاها، وهي اللي جايبه الناس وانا متفق معاها. احتراما للناس وقفت مع الناس وقلت لهم ده شرف ليا وشيء يسعدني واكون سعيد وفرحان اني اعمل معاكم وان اكون في وسط الجمهور التونسي. وده الفيديو اللي هو بيقول كده. اسعد يوم في حياتي موجود في تونس، ان شاء الله معاكم، ان شاء الله في قرطاج. دخلت على المسرح وفوجئت في تاني اغنيه من المسرح، ان تاني اغنيه ليا على المسرح انها مدخله راقصين. اول مره احنا نتقابل واول مره، ده مش اسلوب، ده لازم يتعمل بروفات، لازم يكون في الناس انا اعمل معاهم. انا اصلا ما اعرفش مين دول، جم ازاي هنا وعملوا بروفات ازاي، حتى هم ما كانوش عارفين يعملوا ايه على المسرح. فعشان كده رفضت جدا جدا وزعلت جدا، لان الحاجات دي بتبقى لازم فيها تنسيق وفيها بروفا واثنين وثلاثه، وده كل المختصين عارفين والغير مختصين كمان عارفين. نزلت من على المسرح ومشيت بالعربيه، وافوجئ انها ورايا بتحرض الناس عليا، اللي المفروض هي جايباني هي لتونس. لو انا غلطت هي لازم تشيل عني، مش تحرض الناس زي ما هتشوفوا كده. لا لا ما يخرجش يعمل ندوه صحفيه ويخرج. بعدين بتقول لك دفع فلوس و400 مليون وارقام غريبه وحاجات غريبه. اولا ده شيء مفيش عقد ينفع تقول تفاصيله، ده لو حقيقي اللي هي قالته، هو اصلا مش حقيقي. رحت عند الاوتيل، طلعت الاوضه لقيتهم واقفين تحت متجمهرين. يعني الناس مشكورين عملوا زي سياج او حاجه ما ينفعش يخش الاوتيل، واقفين متجمهرين، وهي برضو بتحرض الناس عليا وبتقول ده واخد ازاي ما يعملش حديث، وهي ناسيه ان هي ماضيه على الكلام ده. باعتين له 400 مليون مش على خاطر باش يجي ربع ساعه ويغني ويدس في الصحفيين. يعني بتقول كلام غريب جدا جدا، وهي ضايقتني جدا لانها بتحرض الناس عليا. يعني لو كانت سكتت ممكن كانت الدنيا مشيت بشكل احسن من كده. بس كمان انا نزلت وقلت للناس تيجي عشان احتراما زي ما قلت في الفيديو ده، كاتفاق ان انا اعمل العمليه الصحفيه، ده مش موجود جوه اتفاقاتي، ولكن خدكم انتوا علشان تاخدوا مني كده شيء يسعد قلبي. وفوجئت انها بتقول
ها في وسط الكلام لا، لا مش هينفع، لا انا قلب. ازاي انت اللي بتقولي لا؟ فقلت لها اسكتي لو سمحتي، اسكتي لو سمحتي، اسكتي اهو. لا يا استاذ، اسكتي لو سمحتي. من اداب الحديث ان لو حد بيتكلم وبيعمل حديث مع ناس ما ينفعش حد يقاطعه، لازم يسكت، لازم هو يسكت لحد ما اخلص، بعد كده تقول رايها. وقد كان وغلطت وانا مشيت وبعد كده رجعت تاني عشان اوضح للناس. لقيت كل الناس بتتكلم وهي بتغلط فيا وبتشتم فيا وتقول لي انت غير محترم. هي اللي المفروض تعتذر لانها سب وقذف. لما اقول لها اسكتي لما تسكت هي وتقاطعني وانا اسكتها، غير خالص لما تغلط في الفنان المصري وتقول انت مش فنان، انت اقل من المستوى. ما هي غلطت في الفنان المصري وقالت انت اقل من المستوى ومش محترم، والفيديو اهو. انا اللي اتغلط فيا، وانا اللي رحت اثبتت ده وعملت محضر لاني معايا الحق. وهي من امبارح وعماله هي تعتذر ليا وطلعت تعتذر في القنوات علشان هي عارفه ان انا معايا الحق. انا ما غلطتش في المراه التونسيه لان المراه التونسيه معاش ولا كان انها يكون هي دي صوره المراه التونسيه. المراه التونسيه احنا عارفينها كويس، وانا عارف مين هي المراه التونسيه وعارف قد ايه هي ست راقيه وست ملتزمه وست يعني بتفي بالوعود.